السلام عليكم حبايبي، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. يلا بينا نعمل المشروبين الحلوين دول بسرعة كده ونشوف هنعملهم ازاي بطريقة سهلة قوي قوي. هنا هنجيب حلة ونحط فيها عبارة عن كوبايتين من الخروب الناشف او المطحون. وهنبدأ بقى نحطهم على النار، هنحط عليهم حوالي كوباية من السكر وهنسيبهم لغاية لما السكر ده يتكرمل. لازم تكون النار بتاعتي هادية خالص بحيث ان السكر ده ما يتحرقش مني والخروب يبقى طعمه جميل كده ولذيذ. في ناس كتير بتجيب الوان او لون للخروب من عند العطار. بس بصراحة انا ما بنصحش، حتى العطار نفسه هيقولك لا بلاش. لو انت يعني حد بيعمله عشان يبيعه او كده بيقولك ماشي، لكن لو انت هتعمليه في بيتك يعني مش هتغشي نفسك. فمن الافضل ان انت ما تاخديش اللون بتاع الخروب، وخدي لون الخروب وطعمه من الخروب نفسه، وبعيدي خالص عن حركة اللون بتاع الخروب اللي بيتباع ده عند العطار. يعني هو مش مضر بس برضو مش مفيد في حاجة يعني، فمن الافضل لا. بوريكم كده المراحل اللي وصل ليها الخروب بعد ما سبته حوالي، انا سبته بتاع 10 دقايق او ربع ساعة على نار هادية خالص. اهو شايفة بدأ بقى يكرمل كده اهو. اول ما يكرمل وقبل ما يتحرق، اوعي تسيبيه يتحرق. هضيف عليه ايه؟ هضيف عليه حوالي 12 كوباية من المية، او يعني حملة الحلة دي عليه. اوكي، ولو حبينا ان احنا نخففه او حسيناه تقيل تقدري برضو تحطي عليه تاني وتضيفيه. بس انا بصراحة لما مليت عليه الحلة دي يعني اخدت لي حوالي لتر من المية. وبدأت بقى كده اقلب، ما يعني ابدا كلاكيع اللي هي في الاول دي، لان اول ما هتحطي الميه هينشف كده وتحسي ان هو لزق في بعضه في القعر بتاع الحله او في الحله من تحت يعني. فلا ولا يهمك، كل ده هيفك ويدوب دلوقتي. سيبناه بقى خلاص غلى كده اهو، بعدين هسيبه يبرد شويه واصفيه. صفيه واحطه طبعا بقى في شفشق، في زيزه، في اللي انا هحطه فيه، واحطه في التلاجة طبعا الكلام ده كله لما يبرد. هنا كان عندي بقى الكركديه. الكركديه بنغسل حوالي كوباية ونص من الكركديه، وبنبدأ نحط عليهم حوالي لترين من المية، وبسيبهم على النار لغاية لما يغلوا. أو ما يغلوا كده ويركزوا كده بيبقوا حلوين بطفي عليهم وبصفيهم وبحليه وزوده مية برضو لو تقيل لغاية ما أحس إن هو تقله كده حلو ومعقول. طبعا اقدر انقع كمان للكركديه، يعني انقع الكركديه يعني احط ميه بارده واحط واغسل الكركديه كويس واسيبهم فيه حوالي 6 ساعات، وبعد كده اصفيه واحليه والف هنا وشفا. وبكده قدمت لكم مشروبين حلوين تقدموا في رمضان.